يرى منها بيت المقدس خير له من الدنيا. كيف بمن يصلي بالأقصى؟ كيف بمن يعتكف في الأقصى؟ كيف بمن يرابط بالأقصى؟ كيف بمن يحمي الأقصى ويعمل على تحرير المسجد الأقصى؟ Jadi beliau ingin menceritakan tentang Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah masjid yang dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Dan Masjid Aqsa itu masjid yang kedua setelah Masjidil Haram. إخواني بهذا المسجد الذي هو ليس للفلسطينيين ولا للعرب، هو لكل مسلم ينطق في الشهادتين. ألا تريدون الجنة؟ ألا تريدون أن يغفر الله لكم؟ ألا تريدون أن تدخلوا الجنة بغير حساب؟ هناك في الأقصى كما ورد في حديث عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. Masjid Aqsa itu bukanlah milik rakyat Palestina saja, tapi dia adalah milik umat yang ingin masuk surga. Siapa yang ingin masuk surga, mereka harus menyayangi atau memikirkan tentang Masjidil Aqsa. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: من أهل، سمعت رسول الله صلى الله على محمد يقول: من أهل من بيت المقدس حاجا أو معتمرا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية وجبت له الجنة. Siapa yang memulai haji dari Masjidil Aqsa dan mengerjakan perbuatan baik di Masjidil Aqsa, dia akan mendapat surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وفي حديث آخر دعوة سليمان عليه السلام عن عبد الله بن عمر وعبد الله الديلمي وابن أخيه، نقول الدعوة الثالثة. ماذا دعا سليمان السلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسأل الله أن قد استجيب، يعني يثني على دعوة سليمان، فيقول سليمان عليه السلام في دعوته: ألا يدخل هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر! من يسهل في ذلك؟ تخرج من ذنوبك لولدت أمك مجرد أن تصلي في الأقصى. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam pada sabda dan berkata bahwa siapa saja yang sempat sholat di Masjidil Aqsa, dia akan diampuni dosa-dosanya. واسمعوا هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تذاكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، مسجدك خير أم المسجد الأقصى؟ من كثرة ما كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يمدح المسجد الأقصى حتى ظن الصحابة أنه أفضل من مسجد الرسول وأفضل مكة. فماذا أجابه محمد صلى الله عليه وسلم؟ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Masjidil Aqsa seolah-olah Masjid Aqsa itu lebih baik dari Masjid Nabawi itu sendiri. قال: صلاة في مسجدي خير من 4 فيه، يعني الصلاة في المسجد النبوي 1000، في المسجد الأقصى 250. لكن بقية الحديث: ولنعم المصلى هو، وليوشكن أن يكون لأحدكم مثل شطر فرسه من الأرض الآن. يقول لك مترين يرى منها بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. Pahala bagi orang yang sholat di Masjidil Aqsa memang lebih rendah dibandingkan orang yang sholat di Masjid Nabawi. Tetapi ada hal yang lain yang perlu diucapkan di sini adalah Rasulullah melihat melihat Sidratul Muntaha sejak dari Masjidil Aqsa itu. Dari Masjid Aqsa itu ada satu bahagian dari bahagian surga jannah. إذا كنت ترى المسجد الأقصى بعينك يرى منها بيت المقدس خير له من الدنيا، كيف بمن يصلي بالأقصى؟ كيف بمن يعتكف في الأقصى؟ كيف بمن يرابط بالأقصى؟ كيف بمن يحمي الأقصى ويعمل على تحرير المسجد الأقصى؟ Melihat saja Masjid Aqsa itu sudah sangat baik. Siapa itu orang yang salat di Masjid Aqsa itu lebih dapat pahala lebih baik lagi. المسجد الأقصى الآن كما تعلمون منذ أن دخل الصهاينة 1947
1967 إلى المسجد الأقصى 50 سنة، وهم ينفقون سنويا 2 مليار دولار لتهويد القدس وهدم الأقصى وبناء الهيكل، لكنهم في 2013 وصلوا إلى النهاية، حاولوا لم يستطيعوا. إخوانهم في القدس تصدوا لهم ومنعوهم من تنفيذ هذا المشروع المجرم، وإلى الآن نحن وإياهم في سجال. Upaya sementara orang untuk merubah Masjid Al-Aqsa dengan biaya yang demikian banyak, dan kami juga membela dengan sepenuh tenaga. Sampai sekarang upaya mereka itu belum berhasil. أقول لكم إخواني، هذا المشروع إلى الزوال. لا تخافوا على الأقصى، خافوا على أنفسكم. الأقصى لا يعمل فيه ظالم. التتار والمغول والصليبيون والنابليون، حضارات كثيرة دمرت فلسطين، واليهود دمروا فلسطين، لكن نحن ماذا قدمنا للمسجد الأقصى؟ أتريد أن تشرب يد رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة وأنت تقدم شيء للأقصى؟ كيف تقول يا رسول الله اسقني بيدك الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرفع بعدها وأنت تترك الأقصى تحت الاحتلال؟ Masjid Aqsa itu dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahudi berusaha sekuat tenaga, dan sebaiknya kita juga memperjuangkan itu untuk mendapat pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita juga memikirkan tentang Masjid Aqsa itu. Al-Aqsa laka walaka walaku walahu walaha walaha. الأقصى الله سائلك عن المسجد الأقصى. الأقصى لكل مسلم ينطق بالشهادتين، ليس للفلسطينيين وليس للعرب. العرب الآن يتعاونون عن المسجد الأقصى، وأحيي إندونيسيا وماليزيا وتركيا وقطر، هذه الدول المنافعة عن المسجد الأقصى الآن، ونحيي الشعوب، ولكن لا نحيي الحكام الذي يتآمروا على المسجد الأقصى. Kejadian sekarang yang terjadi di sekitar orang Arab. Orang Arab sebenarnya tidak lagi memperjuangkan Masjid Al-Aqsa, tetapi sekarang Masjid Al-Aqsa diperjuangkan oleh negara-negara Islam seperti Turki, Malaysia, Indonesia. وأقول أخيرا إخواني، لا بد أن يكون لك يد في المسجد الأقصى. فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم: أفتنا في بيت المقدس. ميمونة: اذهبوا فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه. أرأيت إن لم أتحمل إليه، إذا لا أستطيع الذهاب إليه، ما قال لها اجلسي، أعطاها مشروع آخر، إما أن تصلي وإما. Jadi Masjid Al-Aqsa itu bukanlah milik orang Palestina, bukan milik orang Arab, milik kita semua. Karena kita sholat di Masjid Al-Aqsa akan mendapat pahala yang demikian banyak. Jadi janganlah dibiarkan Masjid Al-Aqsa itu dikuasai oleh musuh-musuh Allah. إما أن تصلي وإما تبعثه بزيت يسرج في قناديله، فمن أهدى له زيتا كان كمن أتاه، وفي رواية أحمد كان كمن صلى فيه. Jadi orang yang membela Masjid Al-Aqsa itu hampir sama pahalanya dengan orang yang sempat salat di masjid tersebut. Jadi kita walaupun tidak sampai ke Masjid Al-Aqsa, kita membela masjid itu untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. فكلنا نحب أن نصلي في الأقصى، ولكن لا نستطيع. الصهاينة يمنعون، ومن يذهبون قلة. مشروع السياسي عند الصهاينة للتهويل، لكن أقول الله أعطاك المبرر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل لك البديل، إما أن تصلي وإما أن تبعث، تساعد، تدعو لإخوان فلسطين، تنشر قضية الأقصى والمسلمين، فكأنما صليت في المسجد الأقصى. Jadi kita ada pilihan. Pilihan pertama, kita berusaha untuk salat di Masjid Al-Aqsa, tetapi negara Yahudi melarang kita untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Jadi jalan kedua adalah kita membela dengan sumbangan untuk kita membebaskan Masjid Al-Aqsa itu. وأخيرا إخواني، نرفع شعار من هذا المكان المبارك: احمل الأقصى دوما معك. اجعل الأقصى هنا وهنا، in your mind and your heart. اجعل الأقصى دوما معك. كيف؟
اتصل بالتليفون، الو السلام عليكم، ان شاء الله تصلي بالاقصى، سلامات بكيت تصلي بالاقصى، سلامات مدام ان شاء الله محل الاقصى، اجعله دائما في هنا. Jadi beliau mengajak kita semua untuk selalu memikirkan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa itu ada di kepala kita, juga ada di daerah kita. Kadang-kadang kalau ada yang mau telepon bagaimana sekarang keadaan Masjid Aqsa? Marilah Masjid Aqsa itu selalu berada dalam diri kita semua. اجعل حصالة في بيتك اخواني، اجعل صورة يراها ابنك، يراها زوجتك، يراها الناس، اجعل الاقصى لك شيء. اخواني 2 مليار مسلم، لو تبرع المسلم بغداء، اجعل هذا الغداء، انا اقول هذا الغداء اليوم للمسجد الاقصى، نستطيع ان نجمع 3 مليار دولار يوميا. الغداء، الا يستحق الاقصى ان تترك له غداءك في اليوم؟ بلاش تشرب بيبسي، علبة بيبسي في اليوم، لو ترك المسلمون بيبسي يوم للاقصى لجمعنا 2 مليار دولار. الصهاينة يجمع 2 مليار لتهويد القدس وهم على باطل. أين ال2 مليار مسلم؟ الله سائلهم يوم القيامة. Jumlah orang Islam di dunia ini adalah 2 miliar. Kalau suatu hari kita bersedekah $1 Amerika di 2 miliar dolar Amerika, itu setiap hari ada untuk membela Masjidil Aqsa itu. Janganlah minum sedikit Pepsi, ambillah uang itu untuk kita sebagai sumbangan membela Masjidil Aqsa. وأخيرا لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وأنا أشكر الشعب الإندونيسي والحكومة الإندونيسية، وأقولها في بيت من بيوت الله ولا أجامل الله. إندونيسيا رقم 1 في العالم التي تدعم القضية الفلسطينية حكومة وشعبا. بارك الله فيكم، حفظكم ربي ورعاكم وجعل جنة مأواكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akhirnya Tuan Syekh mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah Indonesia dan kepada rakyat Indonesia, karena menurut beliau negara Indonesia lah nomor 1 yang selalu memikirkan tentang Masjidil Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.